هل صح المراركة يسالوا في غار جبيلات؟ ايه صح، بس على الحق لازم نقولوه، لازمش نكذبوا. غار جبيلات الدخله تاعو من تندوف والخرجه وين؟ لازم تكون عنده خرجه، ما كاش غار ما عندوش خرجه، عنده دخله ما عندوش خرجه. غار جبيلات الدخله تاعو من تندوف والخرجه منين؟ مور محمد السادس قال لي احنا خير منكم. قلت له فاش خير منا احنا انتوما؟ فاش فهمني، فاش حاب نفهم انايا. قال لي عباك بلي احنا اكثر دوله يزوروها السياح في العالم؟ قلت له عباك بلي هناك احصائيات تقول بان اكثر مكان يزوروه السياح هو حديقه الحيوانات. قال لي يوم بعد. قلت له علاش السياح يروحوا لحديقه الحيوانات؟ واش يروحوا يديروا في حديقه الحيوانات؟ قال لي يروحوا يشوفوا الحيوانات. هي قلت له عليها يجوا عندكم بزاف. بدايه كانت مملكه او منطقه هانيه عايشين غير وحدهم، ما ناس بدائيين ما عندهمش، مش متطورين، ما يعرفوش العالم الخارجي، ما يعرفوا حتى شيء. جاوهم المسلمين ما قنعوهم، جاو ما والو، ما يقبلوا ولا شيء غير بعضهم برك يقبلوا بالقوه. الواحد اللي يجيهم بالعقل ما يقبلوش، يحاوزوه وما يحبوش وما يمشوش معاه ويخونوه وكذا. كانوا غير وحدهم، لكن متخلفين كتير. كانوا يعتمدوا الفلاحه، لكن وش من الفلاحه اللي كانوا يعتمدوها؟ راحوا الى اسهل فلاحه، هي زراعه الطماطم. قلنا علاش زراعه الطماطم هي اسهل الفلاحه؟ حاشاكم، كانت مرحاض هنا، انبوب، ثم الوسمو تاعهم الجنان، يكون جنان هذا وين يرمي هذاك الفوسي ولا واش يعيطوا له. اكتشفوا انهم كي ياكلوا طماطم، اي تاكل اي حاجه تطرحها ما تنوضش لهيك، لما تاكل اي حاجه ما تنوضلكش لهيك. لكن الطماطم بالذات لو كان تاكلها تطرحها تمشي لهيك على 15 يوم 20 يوم حتى شهر على الاكثر، تطلع شجره طماطم عادي حتى تشوفها نبتت. سبحان الله، ما تحتاج ولا شيء، كلاو طماطم خرجت من هيك شجره طماطم. فاكتشفوا الطريقه، قال لك وعلاش لا ونعودوا كله فهمت مرحاض. شداروا ولاو ياكلوا الطماطم ويخدموا، يعني كما قلت لكم هو الجرار وهو المحرات وهو هو ينقح، يقولوا ينقح هكذا، يمشي وزد زد 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 وراهم يمشي ويغرسوا، كل واحد حاكم واد هكتار ولا زوج ويمشي زد 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 والاخرى وقدامه زد 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 هكذا بالقندوره تاعهم وراهم فهمت، طلع القندوره وزد زد تسجى. لكن الطماطم ما يشبيو باش نتفهموا، لانه مؤخرا مرجعوها لهم تاع الاتحاد الاوروبي، عاودوا رجعوا لهم كل الطماطم تاعهم قال لك فيها ماده مسرطنه. علاش؟ هذا وين فاقولها، لكن هذه من بكري الحكايه. يا غرس سي بور سا هما يحبوا بزاف طماطيش، يموتوا عليها، يعني الى درجه لا يتصور. المطيشه يقول المطيشه عندهم يعني حاله خاصه. علاه المطيشه بالذات؟ علاه ما تقولش كاين خضار اخرى فواكه ما يتشهاوش الفواكه، يعني يموتوا على المطيشه. علاه؟ لانها قلت لك سهله وداروا بها اقتصاد، اكتفاء ذاتي مع الاول، يعني كانوا يديروا اقتصاد لانفسهم باش ياكلوا، كل زد 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 وزيد وبعدك تاكل حبه تخرج قنطار. يعني نجحوا في صاروا كاع محارث، محرات قدام محرات قدام محرات، الرجال يلقحوا زد 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 زد، والنساء يقطفوا الطماطم، يقطفوا يديروها في الصناديق. صارت كل البلاد حمراء من كثر المطيشه، صارت حمراء. فجاء ليوطي، حين جاء لقى الدنيا بلاد، اكتشف بلاد حمراء. هذا دخل مع الجنود تاعو، سي كوا سا، هو فرنسي، سي كوا سا. حكمهم قال لهم واش في الجنه هذه معطيشه هذه كيفاش تصنعوها؟ يشوف فيهم زط 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 ما يحبسوش، عجباتو. نحا وحده دقائق لها بنينه. التما قرر يحط رايه، قال خلاص عندنا بستان تاع طماطم، فوضع رايه مرسومه فيها حبه طماطم، يعني رايه حمراء وفيها حشيشه تاع خماسيه، هذيك حشيشه 5 يعني كيما حبه طماطم، حط لها رايه، قال جنان تاع طماطم فقط. لكن المراركه اكتشفوا بلي عندهم نقص البروتين، فقرروا انهم
يستثمروا في الدجاج. والدجاج كذلك هو أسهل تربية حيوانية مقارنة بتربية البقر وتربية الغنم والمواشي وكذا. عندنا تربية الدجاج هي أسهل تربية، فقرروا تربية الدجاج باش يستفادوا شوية من البروتين. منين جا قلنا اليوطي لقاو اسمو دار الاعلام نتاعهم مطيشه، من بعد شاف هذاك البيت القصديري هذاك اللي قال لهم وش هذاك البيت هذاك، قال له هذاك مدجنه بولاي نربوا فيه الدجاج، تربوا الدجاج كذلك. فحب ياكل شويه دجاج، بعت بعض المراركه قال لهم روحوا جيبوا لي شويه دجاج. هو من كثر اللي كلا بزاف طوماطيش وكان تعبان مع الجنود تاعو، قال لهم نرقد ندير قيلوله. رقد باش يدير قيلوله، قال لهم جيبوا شويه دجاج ذبحوه شويه واكن نوض ناكلوه. رقد اليوطي مع الجنود تبعو، رقدوا داروا قيلوله، والمراركه راحوا دخلوا يصيدوا الدجاج، يرفدوا الدجاج من داخل المدجنه هذيك البولاي. دخلوا منين دخلوا بدا قلت لك الدجاج هذاك بدا ينقز، واحد يهرب منه وقوط قوط قوط يحيطوا منه والريش طاير في السماء والعياط وتا. ناض لهم اليوطي قال لهم جيت ندير قيلوله درتوا لي الهيلوله. قالوا له ما قدرناش الدجاج يعيط. فهنا جاته فكره مع اللي هو جنرال وعسكري، جاته انه يأسس المخابرات المغربيه والجيش المغربي. وش قال لهم؟ قال لهم هذاك البيت هذاك تاع الدجاج، قال لهم قسموه نص ديروا فيه الدجاج، حاوزوا الدجاج ديروه من، والنص الاخر ديروه مخزن نخبوا فيه الطماطم، لانكم انتم راكم تاكلوا كل الطماطم اللي راهي هنا من الفوق، عدوا كلوا شويه والباقي خلوه ليا باش انا مره على مره نجي نرفد الغله ونروح بالسفن ديالي، نرفد الغله ونروح نرفد الطماطم. وبالتالي يديروا لي مخزن، يعني نص يديروه مخزن للطماطم ونص يديروه للدجاج. هذاك المخزن تاع الطماطم دار فيه عساسين، جاب بعض المراركه كجنود، اختارهم جنود عساسين يعسوا على المخزن تاع الطماطم. ولهذا الجيش تاع المروك اسمه جيش المخزن. علاش اسمه الجيش تاع المروك المخزن؟ يعني ما جاتكش غريبه جيش اسمه مخزن؟ مخزن تاعش جيش مخزن ديبو مخزن الطماطم. هما في الحقيقه يعني مديورين باش يعسوا الطماطيش لليوطي، باش ولاد المروك المراركه ما يسرقوش الطماطيش تاع اليوطي، حقه يقعد دائما مخبي داخل المخازن. هايليك فأسس الحراسه مع الاول، ثم تحولت الى جيش مسلح يعس بسلاح يعس الطماطيش مسلح، فسمي بالمخزن. هذا كيف أسس المخزن. المخزن كان يعس على المخزن تاع الطماطم. واما بالنسبه للدجاج قلت لك منين دخلوا باش يفرقوا الدجاج ويدوه كاع الجهه واحده، والعياط وات 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 الدجاج يعيط. قال لهم الدجاج ماشي هكذا ترحلوه، ماشي بالقوه. الدجاج كان ترحلوه بالقوه كنت ريشوه كاع وتعروه بالعقل برك. كيفاش بالعقل يا سي ليوطي؟ فهمنا. قال لهم الدجاج لازم تخترقوه، الدجاج لازم ماشي بالقوه، ماشي بالمخزن تاع المخزن قاعدوا تعسوا على الطماطيش، لازم نأسوا جيش اخر مخابراتي يعمل بالعقل بالتكتيك يخترق الدجاج. فخمم اليوطي، شاف الدجاج هذا كيفاش داير، راح صنع لهم لباس يشبه لباس الدجاج، تمويه اختراق، صباط صفر وقندوره بيضاء وطربوش احمر مثل الدجاج. قال لهم هكذا روحوا دخلوا شوفوا. لما العركة دخلوا يحبيو هكا، داخلين بطربوش احمر وقندوره بيضاء وصباط صفر، دخلوا عند الدجاج اخترقوه مخابرات. سبحان الله، الدجاج هدوء تام، وحده ما عيطت، ساكتين ما فاقوش. المراركة هادو كانوا تمويه داخل وسط الدجاج، اختراق داخل الدجاج قاعدين. هذاك الدجاج شك، جاه الشك، شو دجاجة كبيرة بيزار، بصح الدجاج عباك ما يشوفش مليح، ماشي كيما حنا يشوف هكذا دجاجة، هذا ماشي دجاجة، وقيله مروكي، يكون مروكي هذا، لا دجاجة، فهمت؟ وهذاك المروكي باش يدير روحو دجاجة بدا يهضر كيما الدجاج، زعما يدير كوت 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 كوت. ولهذا اذا لاحظتم المروكي كي يهضر يقول لك كنقول لك كتقول كيقول كتكت يكتكت كي يهضر. عندهم الكتكته في الهضره تاعهم. منين جات الكتكته؟
من هذا انهم كانوا يخترقوا، كي يدخل عند الدجاج يروحوا دجاجه كيما هي ويبدا كوت كوت صاروا يكتكيتون، كتقول كنقول لك كيقول كتكوت، فهمت، يكتكيتون. من هنا قاعد المروكي هذا كيكتكت لداخل، وبعدها شكت فيه الدجاجه. علاش؟ لانه الدجاج ياكل، ينقب، ياكل القمح، هو ما ياكلش القمح، لكن هو فاق المروكي بدا ياكل في القمح كيما الدجاج، ينقب الدجاج، بداو ياكلوا يركع. ولهذا من هنا اللي خرجت علاش المروكي كي باش ياكل لازم يركع، ماشي كيما حنا ناكلوا طلع بيدك الماكله لهنا، هو لازم يركع يهبط للماكله باش ياكل، وكما يركعش ما ياكلش. منها بعدا ولات عاده باش تخرج كوارط لازم تركع، باش تخدم لازم تركع، باش فهمت كلش لازم تركع. من هنا اللي بداو يركعوا، ثم تعودوا اكثر حتى ولاو الجنود نتاع فرنسا هذوك تاع اليوطي يديروا لهم القمح في يديهم، يحطوه هكا، ويجي المروكي هذا كيبدا ينقب كيما الدجاج، ينقب ياكل كيما الدجاج باش يتعود. كي كانوا في التدريبات تاع المخابرات كي كان يدربوا فيهم، يدير اليوطي كان يحط شويه قمح في يده يدير لهم هكا، ويجي المروكي هذا كيبدا ينقب كيما الدجاج باش يتعلم، باش يخترق الدجاج. هذا في التربص كي كانوا سطاج. سي بور سولا تشوفوا نتوما تقبيل اليد في العالم كاع، تشوف اليزابيث يبوسوا لها يدها وهي شو تمد لهم يدها هكذا يبوسوها، تشوف الفرنسيس، تشوف الانجليز، تشوف كاع يبوسوا يدين. غير المراركه لا، المراركه الملك تاعهم يمد يدو غير يجي يبوسوا ينحيها، يبدا ينحي في يدير هكا علاه يخاف ينقبوه، لانه هما ماشي يبوسوا، ما ينقبوا، هما والفوا ينقبوا القمح يديروا هكا. دونك سي بور سا الملك تاعهم يمد يدو، لو كان عينو ما يمدش يدو ما يمدهاش من الاول. علاش يمدها وبعد يعاود ينحيها؟ يمدها وبعد يدير هكا، شغل يخاف. علاه يخاف؟ ينقبوه، لانهم هما في الحقيقه هذاك النقر، هذاك النقب، هذاك ما راهمش يبوسوا اليدين، هما ما يبوسوش اليدين المراكه حاجه، هما ينقبوا وسبوسا الملك يبدا يدير يدو هكا باش ما ينقبولوش يدو. هذا كيفاش جات تاع تقبيل اليد والنقب اليدين، كاش ينقبوا اليدين. هذه ورثوها من الدجاج، يعني مع اخترقوا الدجاج ومن بعد هكاك ولاو هما دجاج يخموا كيما الدجاج. قلت لك المروكي هذوك المراركه المخابرات تاع المروك، الحموشي، جماعه الحموشي كي قاعدين داخل المدجنه هذيك وداير روحو دجاجه وينقب هكذا، ينقب في القمح. هذيك الدجاجه اللي كانت قدامه شكت فيه، بالك مروكي جاي كبير، دجاجه كبيره، جامي شافت دجاجه كبيره با نورمال. شكون انتي؟ كيفاش كبيره هكا؟ بيزار، غريبه. ايا ديك الدجاجه راحت لعند واحد الدجاجه اخرى، هذه في التاريخ، هذه محطوطه في التاريخ. اش كان يحكي لكم انا، ماشي زعما تقولوا برك اساطير ولا التاريخ مؤكد. هذيك الدجاجه راحت عند واحد الدجاجه كبيره كيما نقولوا تاع ميليو بكري، كانت في الميليو قديمه، دجاجه قديمه تاع كانت خارجه طريق، ودوكا مرضت، حاكمه واحد الكوان ما تزغدش مسكينه، ما تمشيش، قاعده غير في واحد الكوينه هكذا في زاويه داخل هذاك المدجنه وما تتحركش. وشنو هي الدجاجه الاكثر حكمه فيهم، يعني لا بلوز انتيليجونت، الاكثر ذكاء في هذوك الدجاج كاع. كي يحصلوا يروحوا يسقسيوها، يسالوها كي كاش ما حاجه ما يفهموهاش. ديك الدجاجه شكت في المروكي هذاك، سي با نورمال. راحت ليها قالت لها راهي قدامي حاجه ما نبينش شنو هي. قالت لها كيفاش دايره؟ قالت لها والله ما، قالت لها انا ما شكيتش دجاجه. قالت لها فهميني كيفاش دايره؟ قالت لها دوك نفهمك. قالت لها جايه كيما حنا، حمراء من الفوق وبيضه ورجلها صفراء. قالت لها دجاجه. قالت لها لا مش جايه كبيره بزاف. قالت لها حوسي انتي، تعرفي انتي كنتي بكري في اسمه، حوسي كاش حاجه جايه حمراء من الفوق وبيضه في الوسط وصفراء، حمراء بيضه صفراء. يا ديك الدجاجه الحكيمه هذيك القديمه نتاع الميليو هذيك قاعده تخمم شنو حاجه، الفيشي قاعد في راسها جبداتو، حاجه حمراء بيضه صفراء، حمراء بيضه صفراء. قالت لها دجاجه. قالت لها ما كانش في الدنيا هذه حاجه حمراء بيضه صفراء، ما كانش ابار حنا الدجاج. قلت لها خلاص دجاجه، خلاص روحي تقعدي وبركي ما دير في المشاكل وتوسوسي فينا. قلت لها نقول لك والله ما دجاجه، ما بيزار مش دجاجه. قلت لها نعم لي ماشي دجاجه. قلت لها بصح حمراء بيضه صفراء دجاجه، ما تهبلينيش. قلت لها انا نعرف ما كانش حاجه واحده اخرى، حمراء بيضه صفراء.
قال لها عاودي ولي ليها تاكدي مليح قبل ما هذيك الدجاجه عاودت ولات قدام المروكي هذاك وقاعده. هما كي كانوا في المرحله تاع الاختراق عباك حتى يربح الامان قبل ما يصيدوا، خاطر كانوا يصيدوا وحده يتفيق حتى ينحوا كاع الشك يخترقوهم. عاودت ولات هذيك الدجاجه قدام المروكي قاعده تشوف فيه هذا دجاجه ماشي دجاجه. اكتشفت امرا، اكتشفت حاجه غريبه. شنو هي؟ اكتشفت باللي في الطربوش تاعو الاحمر هذاك عنده خيط كحل من اللور، خيط كحل. وراحت تجري قالت لها راني اكتشفت حاجه. قالت لها وشنو هي؟ قالت لها قلت لك ماشي دجاجه. قالت لها علاش؟ قالت لها فيها خيط كحل في الطربوش من اللور. هذيك الدجاجه هذيك قالت لها دوكا دخل الشك تاع الصح، مادام فيها حاجه كحله حنا الجيجان ما عندناش خيط كحل، هما عندهم خيط كحل. بدات تخمم تطلع في الفيشي تاع التصاور تاع جوجل كاع بداتو في راسها، قاعده قاعده تدور هذيك الدجاجه. قلت لها ما تقولي ليش واش راني نخمم. قلت لها وشنو؟ قلت لها هادو اللي من برا شكون اللي جاو؟ قلت لها اليوطي فرنسيين من فرنسا. قلت لها ما يكونوش جاو يديروا لنا بارابول. قلت لها بارابول؟ واش دخل بارابول؟ قلت لها لي فرنسي معروفين بالبارابول وانالوجيك هذيك الدجاجه قالت لها بارابول؟ واش دخل بارابول؟ قلت لها انا ما نعرف حتى حاجه جايه حمراء بيضاء صفراء وفيها خيط كحل ما عدا الفيش تاع ارسيه ديك تاع الديمو تاع البارابول. راكم شايفين هذيك لافيش هذيك هي تجي حمراء بيضاء صفراء فيها خيط كحل. قلت لها هو ما نضنش. قلت لها لافيش تاع البارابول جي صغير. عذرا. قلت لها فيش تاع بارابول جي صغيره هذيك الارسيه هذيك صح هي تجي حمراء بيضاء صفراء وخيط كحل بصح صغيره ماشي كبيره. قلت لها هذه كاع فيش هذه. قلت لها بالك فيش كبيره. قالت لها لا هادو بالك دجاج فيهم خيط كحل بالك. قلت لها خلي حتى نتاكدوا مليح. قلت لك اخترقوهم بداو يرفدوا الدجاج ويدوه لليوطي شواوه له باش ياكلوا. ومن تما اللي خلاص نجحوا في اختراق الدجاج. وهذيك الدجاجه اللي كان شكا فيهم ذبحوها هي الاولانيه، رفدها داها ذبحها لقريب فضحاتو حسباتو فيش تاع بارابول. وهذيك الدجاجه القديمه هذيك تاع الميديو هذيك كيف داوها سبقوا فيها عطاوها داروها روتي. وبالتالي بقاو غير الدجاجه دوك اللي ما على بالهمش كاع راهم قاعدين غير ينقبوا وكذا ما يحوسوش يفهموا. واذا لاحظتم في الدجاج انه الدجاج كامل يجي ابيض احمر وصفر الا السردوك يجي صفر، الريش تاعو اصفر او بني شويه رايح الاصفر. لهذا هما في المروك يلبسوا كامل الابيض طربوش احمر وصفر، الا الملك يلبس قندوره صفراء. اذا لاحظوا هو اصفر وهما كاع بيضاء. علاه؟ زعما هو السردوك وهما دايرينه هو السردوك لكن دجاجه هو مش هو السردوك. السردوك تاع الصح شكون؟ علاش الفرنسيس داروا الرمز تاعهم هو الدياكه. الدياكه منتخب، تسمع منتخب فرنسا منتخب الدياكه يديروا هنا اللوغو تاع السردوك. علاه؟ هما السرادك الدياكه والدجاج هما المراركه. واحد النهار جاو الانجليز لي زونغلي اليزابيث الاولى بعثتهم قالت لهم روحوا لهذه المنطقه شوفوا واش فيها وصدموا عليهم لي زونغلي. تلاقاو مع لي فرنسي. جاو لي زونغلي قالوا لهم احنا ما جيناش نستعمروا، لا جينا ندو الغله برك، جينا ندو الثروات هذو اللي عندكم. قالوا مش عندكم اليوطي دخلوا مع المراركه دخلوا لي زونغلي الانجليز. شافوا الطماطم الدجاج خباوه ما وراولهمش لي زونغلي، وراو لهم غير الطماطم. قالوا لهم ما عندهم الطماطم عندنا الطماطم. لي زونغلي قالوا لهم نشوفوها. دخلوا كي دخلوا لقاو الدنيا محمره طماطم بلاد حمراء كاع حمراء. وهذوك المراركه قاعدين صوت ينقحوا. طلع القندوره وزوت حاروا فيهم. بعدها حيطوا لهم جاو باش يسالوه هذوك لي زونغلي باش يسالوا المروكي هذاك يعني من اين لكم هاد how do you make this يعني كيف صنعتم هذه
طماطيش كاع. هذاك المروكي قال له سهله. قال له كي؟ قال له تو ماي توز. علاش لي زونغلي طماطم يعيطوا لها توميتوس تو ماي توز، يعني سهله. كول زد سي فاسيل. توميتوس. لي زونغلي سماوها توميتوس يعني توميتوس من دبوري توميتوس. فهمت؟ دابا كنروحوا يعني والله المره الجايه نزيد نحكي لكم كما شي حشمت شويه، كنت نحكي لكم على البطاطا، على اسمها بوتيتوز. نحكي لكم على اسمها بوتيتوز دوك نفهمكم. لي زونغلي كي عجبتهم الطوماطيش هذيك وقالوا لهم هاو دو يو ميك، يعني كيفاش تخدموها؟ قالوا لهم توميتوز سهله. زد ناكل وزد. عجبتهم. جابوا لهم حبه بطاطا. لي زونغلي جابوا لهم حبه بطاطا، قالوا لهم تقدروا تخدموا لنا هذه بالطوز تاعكم؟ المروكي هذاك بدا يشوف، قال لهم كيفاش تنغرس هذه؟ زريعه. ورا لهم زريعه تاع الطوماطيش، قال لهم هذه ناكلوا زد تخرج طوماطيش. قال لهم هذه زريعه لداخل. حلها المروكي بدا يشوف لداخل ما فيهاش زريعه. قال لهم كيفاش قالوا له هذه ماشي زريعه، هذه ماشي كيما الطوماطيش، هذه تاكل حبه بطاطا صغيره تكبر. قال لهم هذه نديروا تجربه. جابوا لهم حبات تاع البطاطا ديك الزريعه كما يقولوا لها، البطاطا الصغيره هذه. قال لهم هاي ليك سي وجربوا. جا واحد مروكي باش يسيي، كلاها. قال لهم سهله باش تنتكل لانه احنا فمنا كبير نهضروا بزاف. دونك تدخل، دخلت سهله كاع، غير حطها دخلت تجري. باش تخرج ما حبش تخرج من التحت، ما خرجتش. قالوا لهم ما نقدروش، هاي حصلت لداخل. قالوا ما نقدروش نخدموا لكم البطاطا. لي زونغلي جاو رايحين. كي جاو رايحين لي زونغلي، الليوطي قال لهم حبسوا ما تروحوش، عندي فكره. والليوطي كان قاعد قدامه قرعه شراب وراهو يسكر، راهو يعمر في راسه. قال لهم لي زونغلي حبسوا ما تروحوش. قال لهم عندي فكره. عباك الليوطي كان ذكي حيلي، جاتو فكره. قالوا له كيفاش كتدير؟ قال لهم ولا قال لهم روحوا كي تجوا المره الجايه تلقاو هذه اللي وريتوها لنا، هذه ما عندها مازال ما سماوهاش، هاد بوم دو تيغ، هاد حنا نقولوا لها بوم دو تيغ الليوطي، بصح نتوما ما تعرفوهاش. سهل كي تولوا المره الجايه كتصيبوها ان شاء الله، تصيبوها كيما الطوماطيش كاع، الدنيا كاع مغروسه. راحوا لي زونغلي، قعد الليوطي تما وجاو ليه المراركه. قالوا له واش الفكره تاعك السي ليوطي؟ كيفاش راح نديروها ما تخرجش من تحت؟ جاو حكموا، جابوا واحد الفيزيائي بدا يقيس بالمدور، قاس القطر تاع حبه بطاطا وحكم القطر تاعهم هما من تحت، يعني ما تخرجش مستحيل. قال له هذاك الفيزيائي، قال له السي ليوطي مستحيل تخرج، ما يقدروش ياكلوها ويديروا زد. ليوطي قال له عندي فكره. قالوا شنو هي؟ حكم هذيك القرعه الشراب تاعو اللي كان يشرب منها كي فرغت، حطها لهم في المرحاض، وحكم ياك القرعه تاع الشراب تجي من فوق صغيره وتبدا تكبر تعرض تولي عريضه. قاس القطر تاع حبه بطاطا هذيك الزريعه، قطر ودار خط. قال لهم لازم تدخلوا بالواحد المرحاض هذيك، تكبروا السيركليبس لازم. وبداو يجوزوا بالواحد، شرط انهم يلحقوا للخط هذاك. اللي ما يلحقش للخط هذاك يعاود. لحقوا للخط هذاك باش يكربلوا كما قلت لك سيركليبس. داروا التجربه، اللي يجوز على القرعه هذيك يروح ياكل حبه بطاطا ويروح ليك المرحاض، ونشوفوا اللي يخرج في البحيره. بدات تخرج البطاطا، يعني لا باس، القطر كبر تاع السيركليبس، بدات تخرج. يا نجحوا، بداو زد بداو يغرسوا البطاطا. جاو لي زونغلي المره الجايه صابوا جنان تاع بطاطا. سبحان الله. جاو عند المراركه هذوك معاهم الليوطي، قال لهم هاو دو يو ميك ديس؟ تخلعوا كيفاش خدمتوها؟ قال له تو يورطز، يعني من الدبر تاعك تو يورطز. الليوطي دار لهم نو. قالوا كيفاش؟ قال لهم بوتاي طز.
بوتيتوز هو الاصل تاع التسميه تاعها قرعه طز. صاروا سيركليبس كبير. والمره الجايه نزيد نحكي لكم على الدلاع والبطيخ فهمتوا حكايه التوميتوز علاش اسمها توميتوز والبوتيتوز بوتيتوز يعني اقعد على قرعه يكبر السيركليبس روح ليكا تنتج البطاطا. والمره الجايه نحكي لكم على الدلاع. مو حشمت شويه باسكو الدلاع عادي شويه صعيبه. خلاص شراو عليهم الفرنسيس داو عليهم السلعه كامل والانجليز كذلك. بعد جاو السبنيول. كي جاب السبنيول ما حبوش يدوا السلعه الطوماطيش والدجاج والبطاطا قال لك ندوا الارض. حبوا يدوا سبته ومليليه. قالوا لهم ندوا عليكم هاد جو تكلموا مع الملك تاعهم. جاو تكلموا معاه قالوا له اعطينا سبته ومليليه. شحال كيفاش نتفاهموا. جاو عطاولو بيسيكلات فيلو بيسيكلات بكاله العب بها. جدهم الاول هذاك اسمه يا ربي نسيت اسمه. هو الاول اللي كيمد سبته ومليليه مدولو بيسيكلات قاعد يلعب يعني نقول لك ما حبسش كاع. بعد بداو يورثوها الملوك من بعد ولادو. كل ما يورثها واحد يكسر لها حاجه تتكسر حاجه. دوك نفهمك. كسر لها الفرانات تقطعوا له لي فران كثر تلعب بزاف الفرانات المكابح هذوك تقطعوا. جا اللي جدو اللي موراه وليدو يعني جدهم وليدو اللي موراه صابها بلا فرانات ولا يصدم برك على بالك فيلو كي ما تكونش فيه فرانات. مره يصدم على الجزائر مره يصدم على الصحراء الغربيه مره يصدم على موريتانيا مره يخبط في الحيوط كذا نهار كامل في المشاكل. او مره يصدم على اسبانيول. كانش حتى جار يحبوا علاه ما عندوش الفرانات. مروكي ما عندوش فرانات. الفيلو تاعو تكسر الفرانات. روح يا زمان جا جدهم اللي موراه كسر لها البيدال الدواسات. كي تكسروا الدواسات لي بيدال عباكم باللي الفيلو كي يكون فيه لي بيدال يمشي في البلا يمشي في الطلعه ويمشي في الهبطه. بصح لو كان يتكسروا لي بيدال ما كانش باش تبيدالي يولي زحليقه يمشي غير في الهبطه ما يمشيش في الطلعه بس ما فيهش لي بيدال. دوك تطلع الفوق كاع الله اكبر وطلق ومره ولا يصدم غير لتحت. حبس الصديم للفوق. بكري كان بلي بيدال ساعه يصدم على اسبانيا مره يهضر زعما يرجل شويه دزاير شويه. من نهار اللي تكسروا له لي بيدال ولا زاد مقرع الصحراء الغربيه مساكن يطلع الفوق الله اكبر وهبط يجري ويصدم في البوليزاريو. من داك كي لا فيتاس كون بزاف يدخل حتى لموريتانيا من داك حتى السنغال غير في الهبطه يحقر غير دوك تاع لتحت هذوك باسكو لي بيدال ما كاش. روح يا زمان جا جدهم اللي موراهم سيتي وقيل الحسن الثاني كيف هو اللي صابوا بلي بيدال ما كاش لي بيدال مكسرين. هو اللي بدا يصدم على الصحراء الغربيه حسن الثاني. حسن الثاني وزاد كسر. هذا اللي قبله كسرها صابها حسن الثاني ورثها هكاك بلي بيدال مكسرين ماشي هو واحد. هذا الحق تسمى بعد تاريخ باش ما نتهموش. هو كان يسوقها بلا لي بيدال كان يصدم لتحت هباطيه ويزرزح ويصدم بوليزاريو كسر لها حسن الثاني كسر لها الكرسي تاعها. كي كسرت الكرسي حطو مات راجل واحد يهضر الصح. كي شافها بلا كرسانه ما ركبش فيها حطها كسرها كرسانه فيهاش كرسي. فيلو ما فيهاش كرسي ما فيهاش فرانات حطها حسن الثاني مات راجل واحد يهضر الصح. يعني هذا تاريخ لازم ننصف الرجال. ما القري كان من داك يصدم من داك ما يصدمش كاع للفوق يعني غير الهبطه زادهم غير على الصحراء الغربيه غير على داك وسبتهم ليليا من فوق جامي يهضر عليهم وكذا. دي بيدال ما كاش بصح مات راجل واحد يهضر الصح. يعني ورثها محمد السادس. هذا محمد السادس مو الحسن كي جا صابها بلا كرسي قال لك التراث لازم نلعب بها يا سي ربي هذيك وما فيهاش كرسي نلعب. وجا هابط هذيك الهبطه وعباك يا كاش كرسي غير الحديده. ملي كان صغير في البدايه هابط ودودانا شو نقول الدم خرج الدم خرج من نيفو. المهم تما اللي
كما نقولوا حنا العذريه راحت تما اللي الشهاده الطبيه تاع ليجيست ميدسان ليجيست يقول لك قضيب حديدي يشبه قضيب دراجه هوائيه. فليش الورقه تاعهم عندي بعد نشرها لكم. قضيب حديدي يشبه قضيب دراجه هوائيه. بعد والف خلاص دوك صاي هذاك ولا فات صاي بعد خلاص واش حاجه تخاف عليها خلاص. ولا يحب الدودانات ديجا بالعكس ولا يقول لهم ديروا بزاف لي دودان في المرو كاع بلي دودان دوف 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 دو بعدا بالعقل ولات ديك الدراجه ما تكفيش وبعدا لازم حاجه واحده اخرى بعدا زعيت رقاصامه صمويل ايطو وروح دروغبا. هذا السبب الحكايه تاعهم كامل فيلو دراجه هوائيه. ايا محمد السادس هذا صابها بلا كرسانه ماشي هو كسرها هو كسر روحه بصح ما كسرش الكرسانه. واحد يهضر صح هذا تاريخ تما باش ننصفوا الناس ما تتهموش التاريخ مازمش تتهم الناس. محمد السادس ماشي هو كسر الفيلو هو كسر روحه. الفيلو كسرو حسن تاني الكرسانه. ايا محمد السادس واش كسر جا زاد مره على البوليزاريو هابط من الفوق يجي راني نقول لك وحنا البوليزاريو كنا عاوناهم ودرنا لهم جدار ودرنا لهم السلاح ودرنا لهم كلش مش كما بكري. جا هابط ويصدم واني نقول لك الروده القدام الروده لافون تكسرت. محمد السادس وكان كسر الروده لافون الروده تاع القدام نكسرها. ايبان لو جا هذا زحليقه وليدو هذا يا اسمه امن حوت بالرابع واسمه حسن الثالث عفوا هذا امن حسن الثالث امن حسن الثالث دوكا حيورة الفيلو ما فيها ما فيها الفرانات ما فيها لي بيدال ما فيها كرسانه ما فيها الرودات على القدام. راهم جابولو مختصين وقاع يعلمولك شي كابري ما فيهاش روده من القدام كاش يسوقها لازم يكابري عباك بالجلابه كيتكابري وعلى الريح. العالم قاع يشوف كانال بليز قاع يصوروا الجزيره تشوفوا زحليقه هذا الاخراني قندوره فيلو وهابط يجري زاد مع البوليزاريو والريح يدي ودوك البوليزاريو يصوروا من تحت فهمت مقابلينه كيما نقولوا احنا هو مكابري والقندوره في السماء هكا والبحر يضرب الهواء طلق. نروحوا للتسميه تاعهم التسميه علاش عندهم الاسم تاع الارقام هذا الاسامي تاع الارقام هذاك الاسامي تاع الارقام وانورمال. علاش انورمال شغل لو كان جاو كيما الغرب وحنا المسلمين ما عندناش الارقام احنا عندنا الاسماء الثلاثيه وحتى هما بكري كانوا عندهم اسماء ثلاثيه في وقت عبد الرحمن بن هشام كان اسماء ثلاثيه حتى ولاو بيزار. هما في القور عندهم الارقام بصح نورمال تسمع اليزابيث بروميير اليزابيث دوزيام اليزابيث تروازيام لويس 14 لويس 12 لويس 13 تلقى هكا 13 14 دوزيام بروميير كاتريام سانكيام يعني ارقام متسلسله. بصح المروك الغريب انه القور واسمهم قلت لك لويس بروميير لويس دوزيام لويس تروازيام كاتريام لويس 14 لويس 15 لويس جو سي با اليزابيث بروميير اليزابيث دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام بصح هما موح لاز يا جدك حسن دوس حسن تريس معليش نقولوا راهم يسموا فيهم بالاسبانيه لاس دوس تريس. ومن بعد كي تلحق الخامس ما يقولوش بالاسبانيه يسموه بالفرنسيه سانك محمد سانك. علاش محمد سانك ومن بعد محمد سيس ماشي بالاسبانيه بالفرنسيه 6 5 والاخرين لاس دوس تريس بعد 5 6 حب يقول ماهيش تسميه رقميه هذه تسميه دومينيه كيما الدومين ياك الاولين بالاسبانيه وبعد الاخرين بالفرنسيه ياك لاس دوس تريس ومن بعد الكات 5 و 6 هادو بالفرنسيه والاخرين بالاسبانيه وهما اسمهم هكا حسن دوس حسن تريس محمد 5 محمد 6 دونك تسميه دومينيه هذه مش تاع دومين اسم تاع دومين. على الحكايه كاع كانوا يلعبوا الدومين جماعه اليوطي الفرنسيس مع جماعه اسبانيول كانوا يلعبوا الدومين وقرروا يديروا لهم اسم للملوك تاعهم. قال كيما الملوك تاع العالم كاع عندهم اسامي احنا ندير لهم اسامي سماوهم على الدومين. قال ارواح انت الملك تاعهم بداو به الاول سماوه السيس محمد سيس زعما شغل هو الكبير كاع
ومن بعد جا وليدو موراه سانك محمد سانك، بدات تهبط من بعدها فهمت. بعدا ولاو تسمية دومينية، هي الاسم تاعهم مشتق من الدومين، من لعبة الدومينو، سنا ريان افوار مع الملوك مع حسن بن علي رضي الله عنه. لو كان جا حسن رضي الله عنه ما يكونش هو محمد الثاني، محمد حسن الاول حسن الثاني، يكون الاخر حسن الاول، وهذا حسن 20 ولا 18 ولا بالغ 10 ولا. هو حسن الاول جدهم غير كيما راني نقول لك محمد السادس ابن حسن الثاني ابن محمد الخامس ابن يوسف ابن حسن الأول. حسن الأول غير كيما جدهم حسن الأول، وحسن ابن محمد صلى الله عليه وسلم شني هذاك دوبل بلون. هذا هو القصد تاعهم، بلي هادوك دوبل بلون حسن والحسين. والله غير تسمية دومينية داروها لهم، باللي الاولين ما تحسبوهمش دوبل بلون هذوك حسن والحسين. انتوما الصح، انتوما هما العائلة العلوية الجديدة، أحفاد رسول الله الجديد المزيفين. نبداو من الحسابات، حسن الأول وروح هذوك الحسن الآخرين كاع نحاوهم. نروحو لحكاية نهار شافوا سيدهم في القمر. تسمعوا بها الحكاية هذه المراركة يدلوا يحكوا فيها ويقول لك سيدنا شفنا سيدنا في القمر. المراركة قاع شافوها. اولا سكي بيزار، الامر الغريب ولا الغريب في الامر انه شافوا المراركة قاع متفقين اتفاق تام جماعي انهم شافوا سيدهم في القمر. يحكيوا شوف الدشور في الكدا في التلفزيونات يهضروا شفنا سيدنا اللي كامل في القمر شفناه. والله سمعت واحد فيهم قال لهم 3 أيام و3 ليالي وإحنا نشوفوا فيه ولا ما راحش ما خلاناش. 3 أيام و3 ليالي، 3 ليالي شفتوه في القمر في الليل معليش، تحت 3 أيام و3 ليالي في النهار في القمر. شافوا سيدهم في القمر في النهار. والله يقول لك شفناه 3 أيام و3 ليالي ما راحش وقاعد في القمر في النهار. قمر في النهار، نقولوا قمر شافوه في الليل، شافوا سيدهم في القمر بصح في النهار. قال لك ما راحش كاع ما غابش علينا كاع قعد معانا، يعني القمر قاعد في النهار. تخيل الكرة الأرضية حبست قاعد على القمر. هذه الأولى. الحاجة الثانية الغريبة أنهم هما كاع شافوه بصح احنا ما شفناش. توانسة ما شافوش، الليبيين موريتانيين صحراء غربية اسبانيول فرنسيس كاع العالم كاع يشوف قمر واحد ولا لا. ياك القمر كاين واحد ماشي كل هما عم بالهم كل بلاد فيها قمر تاعها شغل كذبوا. ما على بالهمش باللي هما ما على بالهمش باللي زعما كاين قمر واحد تاعنا كاع. هما عم بالهم مروك فيها قمر والجزائر فيها قمر، وعلاش هما ما يصوموش معنا؟ هما يتبعوا القمر تاعهم ما يصوموش معنا. هما ما يسمعونا احنا يقول لك هما ظهر لهم الهلال، احنا مازال الهلال تاعنا مازال ما ظهرش. عم بالهم هلال واحد اخر، ما بالهمش بلي كاين هلال واحد وقمر واحد. هما عم بالهم كل بلاد عندها الشمس تاعها الهلال تاعها قمر تاعها، ما بالهمش. قالوا كان جاو على بالهم يكذبوش كذبه كيما هذه. قال كاع شفناه وحنا كيفاش ما شفناش في نفس الليله سيدكم في القمر قاعد تشوفوه فيه احنا ما شفناش. بيزار غريب. دوك هذه حكايه سيدنا في القمر. هذا الامر الغريب الثاني. الامر الغريب الثالث علاش دوك نقولوا ليهم هاد الناس هادو علاش شافوا سيدهم في القمر؟ شنو هي القصه الحقيقيه تاع القمر؟ هي كاينه منها. كيفاش القصه الحقيقيه؟ القصه الحقيقيه تاع القمر انها فرنسا في وقت الاستعمار بدات واحد الوقت كل ما تحكم الزعماء نتاع تاعنا تنفيهم الى المستعمرات تاعها. حكمت الامير عبد القادر مثلا حاصراته حكماته وبيعوا جدهم. هو على كل حال بيعوا جدهم عبد الرحمن بن هشام نهار راح يهرب لعنده وكذا وبيعوا صباح نهار صاب روحهم سيركلي. كي حكموا الامير عبد القادر نفاوه لفرنسا، بعد من فرنسا داوه لسوريا. صح اي عباك تقول تحكم الامير عبد القادر تنفيه وما تنفيش عبد الرحمن بن هشام؟ بيزار. كيفاش تحكم الامير عبد القادر تديه ترفدو تحكمه في المروك
ترفدو تديه للحبس وما تديش عبد الرحمن بن هشام. شغل زوج قاعدين في دار يلزموا لا بوليس يدوا واحد وواحد ما يدوش، انت هو بيعو حاجه باينه. كي يكونوا زوج داخل دار يجوا البوليسيه يرفدوا واحد والثاني ما رفدوش، عرف بلي هو بيعو. اداو عمير عبد القادر وما اداوش عبد الرحمن بن هشام. سنوات من بعد زادوا صدموا اداو عبد الكريم الخطابي. يا هاد المره باش ما نشكوش اداو معاه محمد الخامس. عبد الكريم الخطابي داوه لمصر، ومحمد الخامس اداوه الى منطقه اخرى، نفاوه الى منطقه اخرى. هذه الضربه كي شافوه في القمر. وين نفاوه؟ محمد الخامس نفاوه في البدايه الى جزر القمر. تعرفوها جزر القمر؟ هي بلاد دولة عربية محتلة، نصف محتلة، يعني نصها مستقلة عربية ونصفها هي عربية لكن خاضعة لحكم فرنسا الآن. جزر القمر كاين مقسوم على زوج. ورا سيدنا قال لك نفيناه. وين نفيتوه؟ جزر القمر. خرجوها القمر قاعد يشوفوا في القمر، عن بالهم القمر، ما بالهمش بلي كاين دولة اسمها جزر القمر، عن بالهم راه في القمر سيدهم. قاعدين سيدنا راه في القمر، قاعدين الليل كامل وهما يشوفوا في القمر هذاك، الليل كامل يرقدوش، الليل كامل وما يندبوا يبكيو سيدنا راه في القمر. هاو اللي كيروشوا له سيدنا كاش ما يبعث لهم الاورو ملتم، فهمت؟ عن بالهم في الغربه في القمر. ولا طلع نازا كما قالوا لهم هذاك الاولاني، هذاك اللي طلع النازا واسمو نيوري غارغارين، هما عندهم نوري مارغارين. كيف هذا يعني؟ طالع على القمر. هما عن بالهم راه نفاوه للقمر، عن بالهم فرنسا حوزاته للقمر. قاعدين اللي كامل سيدنا ويبكوا ويروشوا له سيدنا. بدات تخيلوا تاع الموضوع، تقعد تشوف دي فوا صحابه لو كان تشوف فيها بزاف وتتفكر يماك تولي تشوفها تشبه لي يماك. الوغ مساكن من كثره اللي قاعدين الليل ونهار وهما دايما الليل ونهار وهما ما على بالهمش وين جاي القمر. ديجا كاع في النهار قاعدين يشوفوا في القمر، تيري برك على في الليل قاعدين يشوفوا، بعد في النهار يشوفوا. قالوا كنا نشوفوا سيدنا في القمر في النهار. دخلوا دوك النهار ما كاش قمر. سيدكم اولا ماهوش في القمر، راه في جزر القمر. في الليل ما تشوفاش لانه في جزر القمر مش في القمر. لا راه في القمر. اوكي راه في القمر، خلونا نرقدوا في النهار يا سيدي، يدخلوا في النهار. لا نشوفوا سيدنا في القمر. القمر ما يجيش في النهار، يجي في الليل. قاعدوا هنا قاعدين ليل ونهار. المراركه كاع بالرعبك الفرنسيس هذا ولا لهم هنا ندموا اللي نفاوه الجزر القمر. وجدنا لربي حنا دوك، وجدنا لربي. نصبنا وين نفور نديناه جزر القمر وما عن بالهم القمر. نيوري مارغارين عاودوا بدلوا له ياك، رحلوه من جزر القمر داوه هذيك الجزيره كورسيكا، جزيره كورسيكا باش يسكتوا. كي كانوا رايحين يدوه الفرنسيس خافوا انهم ما يرقدوش، يعني يقعدوا دائما يعسوا فيه. راهو في كورسيكا يبداو يحوسوا على هذه كورسيكا. داروا لهم دعايه لفرنسي، كذبوا عليهم. واش قالوا لهم؟ قالوا لهم سيدكم مات. اتفقوا لي فرنسي كذبوا عليهم، قالوا لهم سيدكم مات. قالوا لهم كيفاش مات؟ قالوا لهم كنا دينوا من جزر القمر، دينوا الكورسيكا. الطياره خلص لها الكيروزان، ما فيهاش كيروزان، طاحت الطياره، ماتوا كاع اللي كانوا في الطياره. خلاص سيدكم مات. بداو كاع ينوحوا. خرجوا لهم هذوك اللي تعرف العياشه هذوك، عاش الملك تاعنا ما يموتش، ما كاش منها. كيفاش يموت الملك تاعنا؟ حفيد رسول الله يموت، وهذه ما كاش منها. سيدنا يموت، ما كاش منها. الاكتور يموت، انت كشناش اكتور في الفيلم ما يموتش. قال لك ما كاش منها. بداو يخرجوا الخرافات، الدعايات، الكذب. قال لك هنا اللي جبدوا هذيك الحكايه تاع الطياره. قال لك سيدنا كي كان رايح من جزر القمر الكورسيكا، كانوا داينوا الكورسيكا. الطياره كي كانت تمشي في السماء خلص لها الكيروزين. هما يقولوا هذا الكيروزين، يعيطوا له كيروزين. قال لك الطياره خلص لها الكيروزين، فضل الكيروزين قطره ما بقات. جبدوا لهم دعايه، قالوا لهم سيدكم ما ماتش، ما كاش منها. كيفاش؟ قالوا لنا الفرنسيس بلي الطياره طاحت وتردقت، تكسرت، طاحت في البحر. قال لهم لا سلكت الطياره، الكيروزين خلاص. صح بصح سيدنا هو اللي سلك الطياره بالبركه تاع مولاي محمد كيش يعيطوا له هكذاك العلوي، هو اللي سلك الطياره.
كيف سلك الطياره والطياره ما فيهاش كيروزين؟ قال لك الطياره خلاص لها الكيروزين، حبست في السماء، حبست. عميمتي كما يحكوا هما يحكوا عميمتي شنديرو، عميمتي شنديرو، فض الكيروزين. قال لك حتى ناض لهم، قال لهم انا ليها سيدنا محمد الخامس ناض هو، قال لهم بالطربوش تاعو ديك تاع الدجاجه والقندوره بيضاء وصباط صفر، قال لهم انا ليها. واش انت ليها والطياره حابسه في السماء، ما باليش وي ستاسيوناو كالكو بار، طياره خلاص لها الكيلو، عم بالو طوموبيل، عم بالهم طياره، على بالهمش بلي طياره. فهم دوك تمروكي بلي طياره كي يخلص لها كيروزان، فهموا بلي طياره كي خلص لها كيروزان طيح، ماشي كيما طوموبيل خلص لها ليسونس تحبس طبعها ولا قاعد تسدي بيدو نروح دبر ليسونس ولا. قال لك خلاص لها الكيروزين، حبست في السماء. نادو قاع يبكوا اميمتي خلاص الكيروزين شنديرو والطياره راهي في السماء. قال لك ناض لهم محمد الخامس سيدنا، قال لهم انا ليها. هادوك الناس اللي كانوا لداخل تاع المروك، الحاشيه تاعو اللي داوهم معاه، وهادوك تاع الفرنسيس وكاع شغل تخلعوا كاع خايفين. اميمتي جا ليهم هو، قال لهم انا ليها، قال لهم انا نحلها، نحل المشكل. كيفاش تحل المشكل؟ قال لهم، قال لك سيدنا راح تفل يعني بزق في الريزرفوار، سبحان الله تعبات بالكيروزين بزق. اولا بزق في الريزرفوار تعبات في الكيروزين، بصح علاش ما عندكمش بترول نتوما؟ ما عندكمش بترول، هاو عندكم راح فرطقبه ويبزق فيها سيدكم وديروا البترول، ديروا الغاز، ديروا. علاش قاعدين تبعوا في الانبوب ديالنا وعلاش نحيتوهن وربحتوا لنا العيب على جال وكذا؟ روحوا سيدي بزقوا، هاو اللي خلى لكم تبون انبوب فارغه وجايز على بلادكم فارغ، غير قطع لكم الغاز. او كان هذاك الانبوب فارغ هذاك يديروا الجنود تاعنا منا في الانبوب، ندير لكم قيو وانتم ملي كتقولوا له معاش الملك، هاو فارغ هذاك الانبوب، قولوا سيدكم يجي يبزق فيه يتعبى بالكيروزين اسيدي، ولي عندكم الكيروزين والبترول والغاز فهمت، وعلاه ما يبزقش؟ ولا الملك تاعكم ما وردش البزاق تاع جدو؟ هذه المقربه الاولى كما يقول عثمان علي وقت، المقربه الاولى. المقربه الثانيه انه الكيروزين تاع الطياره باش تعمروا لازم يتعمر من برا، يعني الريزرفوار هذاك خزان الوقود جاي خارج الطائره مش داخل الطائره. سيدنا كيفاش دار باش خرج وتفل تفل وتعبات بالكيروزين؟ هادي نامنوها، نقولوا نفترض نجوزوها، ماشي نمنها بصح نجوزوها. كيفاش خرج للانبوب للخزان؟ كيفاش خرج؟ والطياره في السماء، الطياره لو كان جات حابسه طاحت، مادام ما طاحتش وخلاص لها كيروزين تسمى مازالها شغل انطلقت كيما الفيلو تاعهم ما فيهش الفرانات، كيطلع الطنجه يطلقوا يروح. الطياره انطلقت من جزر القمر وهي رايحه، خلاص الكيروزين مازالها الشغل هذيك تاع وين طاحت مازال ما طاحت، هي مازال الشغل هذيك تاع لا فيتاس تاع السرعه، خاطش لو كان حبست تطيح، مادام راهي معناتها تمشي طياره اوكي ما طاحتش. سيدكم كيفاش لحق للخزان نتاع الوقود؟ تخيل طياره في السماء، سيدنا محمد الخامس هكا حل الباب، حلوا له الباب، شايد في الباب نتاع الطياره هذيك شغل اسمه هذاك توم كروز تاع ميسيون امبوسيبل وما دارهاش هذيك، خرج من الطياره يروح للكروزان شايد والريح يضرب هو بالقندوره، تخيل رايح للريزرفوار. عبالك من كثرة الريح كي تكون شايد في الطياره هكا وانت بالقندوره، عبالك تولي كيما داك البارابلي في الشتاء كي يتكسر، البارابلي كي يتكسر يطلع هكا يطلع الفوق، هكذاك محمد الخامس تاعهم القندوره تاعو طلعت للسما، والعصا هذه هو شغل العصا شي رقيق، هو زحليقه قاعد هكا لتحت خارج، والقندوره تاعو شغل بارابلي طارت وكانت تغير العصا من تحت وكي يتكسر البارابلي شايد هكذا فهمت بالسما تاعو، ورايح للكيروزان باش يبزق في الكيروزان، وبزق فيه وعاود رجع سبحان الله العظيم، وبركة سيدنا ما طاحتش الطيارة، فهمت؟ وبركة سيدنا ما طاحتش الطيارة. يعني هذا
كان كما نقولوا احنا جزء صغير من التاريخ، تاريخ المشرف تاع مملكة 12 قرن الله يبارك، والعجائب والغرائب وتاريخ مجيد كما نقولوا احنا. التاريخ كما هذا على بالك باللي احنا ما عندناش هكذا. احنا زعما واحد اللي يتفل في الكيروسان، ولا واحد اللي ينفوه للقمر، ولا يلعب بالبيسيكلات من طنجة حتى البوليزاريو. إذن هذا كان هذا الرد على كل من يشكك في تاريخ المملكة الشريفة، وهذا كان الرد على كل المشككين فيهم باللي ما عندهمش تاريخ، وهذا كان الرد القاسي على كل من يتطاول على سيدهم، وهذا كان رد على كل من يتطاول على تاريخهم وعلى العائلة العلوية. فهمت؟ من يتطاول على عائلة ليلى علوي